من فترة نزلت فيديو عن الشامي حكيت فيه قصته من اللجوء للعالمية، وبعد فترة عملت جزء تاني حكيت فيه عن 5 أسرار ما بيعرفها غير الناس اللي تابعت الشامي من بداياته. وبصراحة ما توقعت انه الجزئين يعملوا هالضجة الكبيرة. التعليقات بآخر فيديو كانت عم تنزل مثل المطر، بدنا جزء ثالث، في أسرار تانية، في شغلات ما حكيت عنها، كمل السلسلة. وقتها فهمت انه الموضوع ما عاد مجرد فيديو او 2، الموضوع بدأ يتحول لسلسلة ممكن انها تطول شوي. وعلى قد ما كنا مفكرين انه حكينا كل شيء عن الشامي، اكتشفنا انه لسه في جوانب مخباية ولسه في كتير اسرار عن الشامي ما انحكت. اليوم رجعت لكم مع الجزء الثالث من قصة الشامي، وجايب لكم 5 أسرار وحقائق جديدة متأكد انها رح تفاجئكم. وهذا الفيديو معمول للناس اللي شافت الجزء الأول والثاني، فإذا لسه ما شفتهم نصيحتي لك خلص هذا الفيديو وروح شوف هون إذا بيهمك تعرف أسرار أكثر عن الشامي. خلونا نفتح صفحة جديدة وننتقل للسر الخامس. يلا نبدأ. إذا كنت من متابعين الشامي فأكيد سمعت إنه في آخر فترة صار في مشاكل بينه وبين فؤاد جنيد، بس اللي ما بتعرفه هو سبب الخلاف بيناتهم. واللي ما بيعرف مين فؤاد فهو موزع موسيقى اشتغل مع الشامي من بداياته لحد أغنية دكتور. كل أغاني الشامي الناجحة فؤاد كان جزء كبير من نجاحها، وأكيد كلنا لاحظنا إنه بعد غياب فؤاد المشاهدات صارت تقل، والشامي اليوم عم يمر بفترة هبوط ملحوظة. وعلى ذكر الهبوط، شو رأيكم نعمل حلقة عن أسباب تراجع نجاح الشامي في الوقت الحالي، وشو هو الشيء اللي لازم يعمله حتى يرجع يتصدر القمة، او حلقة عن مقارنة الشامي بفنانين جيله من حيث الاداء والارقام والتأثير. فيا ريت اذا حابين نكمل في هي السلسلة ونطورها، او عندكم اقتراحات لحلقات معينة عن الشامي او غيره، قولوا لي رأيكم بالتعليقات. خلينا هلا نرجع لسبب الخلاف الحقيقي. بعد النجاح الكبير اللي حققه الشامي في فترة قصيرة، ظهر بعض المغنيين الجدد على الساحة الفنية نمط الاغاني تبعهم كان قريب كتير من ستايل اغاني الشامي، ومن وقتها شفنا كتير ناس بلشوا يقلدوا ستايله وبلشوا يحاولوا ياخدوا جزء من النجاح اللي عمله. وعلى رأس هالناس كانت بيسان اسماعيل. بالمناسبة إذا حابين نعمل حلقة عنها قولوا لي كمان بالتعليقات. بيسان قدرت تعمل علاقة قوية مع فؤاد جنيد وعطته مساحة أكبر من اللي كان عم ياخدها مع الشامي، بل حتى خلته يغني معها بأكثر من أغنية. وهون تحديدا بدأت المشاكل تظهر بين الشامي وفؤاد جنيد، والمشاكل بيناتهم كانت مو من ناحية الخيانة أو الكره، بل من ناحية التنافس والغيرة الفنية والضغط الكبير اللي صار بعد النجاح السريع. وبعدين بدأوا ينكشوا بعض بالستوريهات، مو بهجوم مباشر بل بتلميحات ورسائل واضحة للجمهور، وكأن كل واحد عم يحمي نفسه ويثبت وجوده. المهم نوضح انه حتى اليوم الشامي وفؤاد لسه بتجمعهم علاقة شخصية جيدة بعيدا عن الشغل، يعني الخلاف كان فني فقط وما أثر على الصداقة بيناتهم، وكل شيء طلع غير هذا السبب كان مجرد إشاعات. وبما انه عم نحكي على الإشاعات، ففي إشاعة في المركز الرابع انتشرت بشكل كبير ولازم نوضحها. خلينا ننتقل للمركز الرابع. اشتري بعد نفسي. كلنا بنعرف انه الشامي قدم اغنية مسلسل تحت سابع ارض في رمضان الماضي، واللي كانت من افضل اغاني الشامي ككلمات من رأيي الشخصي. بس قليل اللي بيعرف السر وراء اختيار هاي الاغنية. وقت تم الاعلان عن الاغنية اشتعلت السوشيال ميديا وقتها باشاعات كتيرة. من ابرز الاشاعات اللي طلعت انه الاغنية كانت رايحة لأصالة نصري، او انه المخرج سامر البرقاوي كان رح يعطيها لفنان تاني. بس الحقيقة انه كل هالاشاعات كانت مجرد ضجة فارغة. الشامي كان الخيار الاول والاخير، والمخرج اختاره لانه حس انه الصوت والستايل تبعه رح يرفعوا العمل لمستوى تاني. واللي قليل بيعرفوا انه هالاغنية بالذات كانت بمثابة تجربة كبيرة للشامي حتى يثبت قدراته انه بيقدر يترك بصمته بعدة اعمال، مو بس بالاغاني المنفردة، بل انه قادر يضيف لمسته لاي عمل فني رح ينعرض لجمهور مختلف عن جمهوره. والاهم اللي صار هون علمنا درس مهم في عالم الفن. النجاح السريع بيخلي كل خطوة جديدة تحت المجهر، وكل اشاعة صغيرة بتكبر وبتخلق قصص حوالين اسمك. وهون رح ننتقل للفصل المشوق. رح تشوفوا بالفصل القادم كيف الشامي كتب أغانيه بطريقة غير متوقعة، وكيف المواقف اللي مر فيها أثرت بشكل مباشر على كل نجاحاته. لحظة بس قبل ما ننتقل للفصل الجاي، انزل اشترك بالقناة بسرعة عشان نوصل ل10,000 مشترك قبل نهاية الشهر. ومع العلم مع وصولنا ل10,000 مشترك رح أعملكم حلقة عن فنان معظمنا ربي على صوته وكلكم بتحبوه.
إذا أنت متابع الشامي من زمان أكيد بتعرف أغنية تشيل وليلى. هدول الأغنيتين هن اللي فتحوا له بوابة الشهرة وخلوه يظهر على الساحة بقوة، بس قليل منكم بيعرف الطريقة الغريبة والفريدة اللي كتب فيها هدول الأغاني. الطريقة اللي انعملت فيها أغنية تشيل مثلا، الشامي وصف إنه كان راجع بالليل بعد موقف عنصري تعرض له بتركيا، وكان وقتها فاصل على الآخر، وبعدها فتح اللابتوب فجأة لقى حاله عم يكتب ويسجل أغنية تشيل بالكامل بدون ما يحس. يعني الأغنية كلها انعملت بلحظة ألم وإحباط مباشر وتحولت لقطعة فنية كاملة. خبرنا أكثر أخي عن تراك تشيل. بدك حقيقته المطلقة معلم؟ وهذا صار بظروف هيك، كنت يعطيك الريشان معلم مسلمة. اجينا كتبنا التراك وسجلناه، امتى الصبح فتحت الادوبي اديشن بدي اسمع عم لقيت تشيل. وصدقا انا يعني عملت التراك امتى الصبح لقيت تشيل، بس انا نمت فقت فتحت الكمبيوتر لقيت انا عامل امبارح تراك هيك. أما أغنية ليلى فكانت قصتها مختلفة. الشامي كان عم يشتغل بمطعم بجلي الصحون، وفي وسط الروتين المتعب لحن الأغنية وكتب كلماتها. المقولة اللي قالها وقتها اللي بيطلع من قلبك بيصل للناس أكتر من أي تدريب أو خطة. ليلى 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 أخ ليلى. في عندي بعض الأغاني مثل غنية ليلى هلا بعتقد عليها 35 مليون ما شاء الله، كتبتها أنا وعلى المجلة. وهون السر الكبير، كل أغنية من بداياته كانت نتيجة تجربة شخصية مباشرة وإحساس حي وموقف عايشه فعليا، مو مجرد بس كلمات أو موسيقى مثل معظم الأغاني القديمة. وبهيك بنفهم ليش الشامي قدر يلمس قلوب الناس من أول أغنية، وليش جمهوره حاسس بكل كلمة وبكل نغمة وكأنها قصة حياته الشخصية. وبنوصل هلأ للسؤال الأهم، هل كل فنان بيقدر يحول لحظة ألم أو لحظة عادية لأغاني يحبها الجمهور؟ رح نكتشف هالشي أكتر بالفصل الجاي، لأنه رح نحكي عن تحوله من الراب للطرب، ورح نعرف مع بعض السبب الحقيقي لاختياره للون اللي عم يغني فيه هلأ. قبل ما يتحول للشامي اللي عم نسمعه اليوم، عبد الرحمن كان عنده بداية مختلفة تماما. الشامي بدأ رحلته الفنية كرابر، مو بستايل الأغاني الطربية اللي عم نسمعها حاليا، بل دسات وكلمات على إيقاع الراب. اللي عنا بمخزون مخزون حتلاقي الفارق شاسع. هذا يوم البعث 8 فبراير بدل أزار. أنا العظمة هون ما حدا غيري خدها. بس السؤال، ليش مسح كل هالأغاني واتجه للنمط الجديد؟ السبب واضح، الراب وقتها ما كان منتشر بالمنطقة وما كان رح يعطيه الانتشار اللي كان بيطمح له. وعبد الرحمن كان واضح من البداية انه عم يسعى اكتر للشهرة العالمية مو بس المحلية. والأهم، التحول للطرب ما كان صدفة، هو دمج الخبرة اللي اكتسبها من الراب مع إحساسه الغنائي، وهون ظهرت اللمسة الفريدة اللي خلت صوته مختلف. وهذا هو السر في تحوله للنمط الجديد. كل تجربة، كل خطوة، كل فشل صغير كان جزء من المخطط الكبير لصوته واسلوبه. وبهيك بنفهم كيف الشامي قدر يجمع بين الإحساس الحقيقي والراب والطرب، وليش كل أغنية منه بتوصل بسرعة للقلب والدماغ، وكيف التجارب الأولى كانت حجر الأساس لكل نجاحاته القادمة. والسؤال هون، كيف هالخطوات الأولى وهالتجارب وهالاختيارات الجريئة صنعت الشامي اللي بنعرفه اليوم، وكيف كل نجاح وكل خلاف رح يكشف أسرار ما حدا بيعرفها عن مسيرته وحياته الفنية. بالفيديو السابق ذكرنا انه الشامي في بداياته كان يعمل تعاونات كتيرة مع فنانين مختلفين، بعضها كان هو اللي يقترح التعاون وبعضها الفنانين نفسهم هن اللي يتواصلوا معه. ومن بين كل هالتعاونات اللي عملها كان ابرزها التعاون مع اسماعيل تمر اللي كانوا موجودين مع بعض وقتها في تركيا، ووجودهم هن الاثنين بتركيا خلى تعاونهم مع بعض يكون سهل ومنسجم. عملوا مع بعض اغنيتين، اول وحدة كانت كليب عصيان وبعدها اغنية لا مبالي. وفي نفس الوقت الشامي هون كان عم انتشر بقوة هائلة، بس مع انتشار الشامي الكبير وقتها قل التواصل بيناتهم. اسماعيل تمر وقتها بدأ يحس انه الشامي صار متكبر ونسي مين ساعده بالبداية، وهو عبر عن هالموضوع بأكثر من مقابلة. بينما الشامي كان مزعوج لانه شايف انه اي حدا بيساعدك بالبداية بعد نجاحك غالبا بده اياك تنسب له الفضل له، او رح يعتبرك متكبر اذا ما عملت هيك. واذا بدنا نحسم هذا الجدل لازم نطلع على الارقام والاحصاءات، وساعتها بنكتشف تماما انه الاغنيتين اللي انعملوا ما كانوا هن
وهن لوحدهم السبب في نجاح الشامي، لأنه حتى بدون التعاون أغاني الشامي وقتها كانت عم تحقق أرقام مهولة وتنتشر بقوة، يعني نجاحه كان دايما أقوى من أي تعاون. والأهم نعرف إنه الشامي وإسماعيل اتصالحوا بالكامل وما بقى أي خلاف بيناتهم، والتوتر اللي صار كان فني بس وما أثر على علاقتهم الشخصية. وهون بنفهم درس مهم، النجاح الكبير ممكن يخلق توترات، بس الذكاء الشخصي وفهم قيمة العلاقات هو اللي بخليك تعدي الموقف بدون ما تخسر حدا. بعد ما كشفنا اليوم 5 حقائق جديدة عن الشامي، رح تلاحظ شي واحد، مو كل نجاح بيجي بسهولة ومو كل موهبة بتكفي لوحدها. من خلافاته مع فؤاد جنيد لتجاربه مع بيسان اسماعيل ومن طريقة كتاباته لأغانيه ولحتى بداياته بالراب، كل خطوة كانت درس، كل تجربة خلت شخصيته أقوى. والدرس الأكبر، إذا اشتغلت بعقلك وحافظت على علاقاتك وتعلمت من كل موقف، رح تقدر يوما ما تكون بصمتك الخاصة. اليوم الشامي صار مثال لكل واحد عنده حلم. النجاح ما بيعتمد بس على الغنى والشهرة، النجاح بده إصرار وذكاء ووعي كامل بكل خطوة. والسؤال إلك هون، شو هو الدرس اللي رح تاخده من رحلته؟ هل رح تخلي تجربته تلهمك ولا رح تمر من قدامك من غير ما تتعلم منها شيء؟ إذا حابين نكمل بهي السلسلة أو ننتقل لشخصية تانية، قولولي رأيكم تحت بالتعليقات، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس، لأنه القصة الجاي رح تكون أقوى وأكبر، ويمكن نكشف أسرار جديدة عن شخصيات تانية. أنا مستر أيهم، سلام.